ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده الكعك بطريقه سهله وبسيطه ومقادير مظبوطه 100%. الكعكايه خفيفه وهشه ودايبه دوب زي ما احنا شايفين كده. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. هبدأ معاكم بأول مكون وهو المحلب. أنا بستخدم المحلب بدل ريحة الكعك. لو حابة تحطي ده براحتك، ولو حابة تحطي ده براحتك، ولو حابة تستغني عن الاتنين بيطلع برضو الكعك تحفة جدا وخطير. هجيب معلقة كبيرة وهطحنها في مطحنة التوابل وانعمها كويس جدا جدا، وبكده المحلب بقى جاهز معايا. عندي كمان كيلو ميني دقيق منخول كويس، كوبايتين ونص من السمنة بدرجة حرارة المطبخ، 4 معالق كبيرة من السمسم المحمص، كيس من اللبن البودرة، وبيكنج باودر وخميرة. هبدأ أول حاجة أجهز الخميرة. كوباية من المية الدافية بالمج الإزاز 200 جرام. هبتدي أحط معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر وأقلبهم كويس جدا في المية، وبعد كده أبتدي أركن الخميرة لحد لما تتفاعل ونجهز باقي المكونات. هنجيب كيلو من الدقيق هنحطه في البولة أو العجان أو الطبق اللي انت هتعجني فيه بالشكل ده. الدقيق ده متعدد الاستخدامات ومنخول كويس. حطيت عليه كده رشة من الملح والسمسم، وهنحط كمان المحلب معلقة كبيرة ومطحونة ناعم جدا بالشكل ده، وهنحط كمان كيس اللبن البودرة، وده بيدي غنى وطعم حلو جدا جدا للكعك. الكيس ده يعادل 3 معالق صغيرة، يعني أنا لو هحط لبن مش الكيس هحط 3 معالق صغيرة. وحطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة مع بعضها كويس جدا جدا بالشكل ده، وبعد كده هبتدي أنزل بالسمنة. زي ما قلتلكوا السمنة 500 جرام، يعني كوبايتين ونص بالمج الإزاز من السمنة. هقلبهم كويس جدا مع بعض او هبسهم كويس جدا مع بعض لو انا هشتغل بايديا. عايزه الدقيق يتشرب السمنه تماما وما يبقاش فيه دقيق مش شارب خالص من السمنه، لحد ما تتكون عندي عجينه كأني هشكل الكعك تبقى طرية وحلوة جدا جدا زي ما احنا هنشوف. ممكن العجان بيكون بيعملها أقوى، لكن بعملها بإيديا بتكون حلوة جدا جدا. أهم حاجة إن الدقيق يتشرب خالص خالص السمنة. كده اتعجنت كويس وبالشكل ده، وزي ما انتم شايفين اتكونت عندي عجينة. لو أنا هشكلها تتشكل عادي جدا جدا، لكن المية بتنشفها بعد كده. فهنبتدي نضيف المية بالخميرة اللي احنا عملناها بالشكل ده، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما احنا شايفين كده. عايزة اقولك لو انت حابة الكعك بتاعك يكون ناعم خالص، يعني تمسكيه كده يدوب في ايدك، يبقى هتستخدمي في الخميرة نص كوباية من المية مش كوباية. لكن اللي انا عاملاه ده بالكوباية بيكون الكعكية ماسكة نفسها وناعمة. فعلى حسب ما انت حابة زودي او قللي كمية المية، وطبعا تقدري تستبدلي المية بلبن، لكن انا بعتمد على اللبن البودرة وده بيدي غنى وطعم حلو جدا جدا للكعك. يبقى انا حطيت كوباية من المية مع الخميرة. لو انت حابة الكعك بتاعك يكون دايب كده وناعم هتحطي نص كوباية من المية وتحطي عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر وتقلبيهم كويس، وتمشي بنفس الخطوات كده. قلبت العجينة كويس بالمية، مجرد ما المية اختفت خلاص كده اوقف عجن سواء بايديا او بالعجان. في الاول احس ان كمية المية كتيرة وعايمة كده، لكن ما تقلقيش خالص الكمية مظبوطة على قد العجين. بعد كده هنبتدي نشوف العجينة بتاعتنا محتاجة سمنة ولا لا. في انواع من دي بتحتاج 500 جرام من السمنة، وفي انواع تاني بتحتاج 600 جرام من السمنة. الفيصل عندي هنا ان انا بعد ما عجنتها خالص خلاص خلصتها، هجيب قطعة من العجينة وابتدي اكورها كأني هشكل كعكية. لو لقيتها شققت في الوقت ده يبقى لسه العجينة بتاعتي محتاجة سمنة. احنا حطينا 500 جرام، كوبايتين ونص. ممكن تحتاج معايا لحد نص كوباية كمان 600 جرام. بس طبعا ما اضيفش ابدا السمنة مرة واحدة لو العجينة بتشقق. اضيف معلقتين معلقتين بس. انا ببقى عارفة ان في دقيق بياخد 500 جرام يعني كوبايتين ونص، وفي دقيق بياخد 600 جرام 3 كوبايات بالمج الازاز. باكد على المج الازاز من السمنة.
لان الكوباية المعيارية في السمنة والزبدة بتاخد 250، فما نتلخبطش ونلخبط المقادير. غطيت العجينة وسبتها ساعتين. طبعا مش بتعلى وتخمر زي عجينة المعجنات، لكن بنحس كده بهشاشة او هوا بسيط كده فيها. هنبتدي نشكلها على طول. بصوا زي ما انتم شايفين كده العجينة بتتشكل معايا بمنتهى السهولة وناعمة وطرية جدا بالشكل ده. هنجيب صينية مش هندهنها اي حاجة خالص، وبعد كده نبتدي نشكل العجينة ونرصها فيها. حجم الكعك وسمكه زي ما انت حابة اعمليه. طبعا تقدري تشكليه بالمنقاش او بالبصامة زي ما انا عملت كده. ساعات العجينة من السقعة بتلاقيها ناشفة معانا شوية، يعني لما بنيجي نشكلها بعد التخمير بنلاقيها بتشقق. في الحالة دي بندفي العجينة بين ايدينا، بترجع تاني طرية وبتتشكل بمنتهى السهولة. بصوا ببطن ايدي كده ببتدي اكورها، ولو هدفيها برضو يبقى ببطن ايديا كده علشان ترجع تطرى معايا. هنشوف دلوقتي نعملها ازاي لو العجينة ناشفة معانا. هتكلم تاني في حتة السمنة. في أنواع من دي بتحتاج 500 جرام من السمنة، يعني كوبايتين ونص، وده المقدار اللي أنا مشيت عليه وظبط معايا جدا. لكن برضو في أنواع من الدقيق تاني بتحتاج 600 جرام من السمنة، يعني 3 كوبايات بالمج الإزاز، وبأكد على المج الإزاز. تمام. لو العجينة بتشقق بعد ما عجنتيها وخلصتيها يبقى انت هتزودي معلقتين في معلقتين، معاكي لحد نص كوباية تقدري تزوديها كده. تمام. العجينة بتاعتي شكلتها بالشكل ده وسبتها حوالي نص ساعة، وبعد كده ابتديت أسوي في فرن سخن على درجة حرارة 220. بنحط الصينية في الرف اللي في النص، وبعد كده بنشغل الشواية آخر 3 دقايق لحد لما الكعكية تاخد اللون الذهبي من تحت ومن فوق، وبكده بقت جاهزة معانا. طبعا بنستنى لما تبرد تماما، وبعد كده نبتدي نشيلها من الصينية ونحط النواعم العيد في حاجة صاج أو حاجة بلاستيك أو حاجة معدن، علشان الكرتون بيمتص السمنة اللي فيها فبتنشف مننا، فيفضل ان احنا نحطها في حاجة بلاستيك أو حاجة معدن. كده الكعك بعد ما برد تماما. جربت معاكم كام واحدة كده بالسكر البودرة علشان أوريكم النعومة بتاعة الكعك بالطريقة والخطوات اللي انا قلتلك عليها. هيطلع معاكي الكعك ناعم وزي ما انت عايزة. لو عايزاه دايب قوي هتحطي نص كوباية مية في الخميرة، لو عايزاه متماسك زي ما انا عاملة كده تحطي كوباية من المية. تقدري تستبدليها باللبن او الحليب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وتعليق حلو من تعليقاتكم، واشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.